السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك. عندك دي الورشة ال55 بأمر الله للشنط. في اكسسوارات كتير، كنز اكسسوارات. يا ريت تدخلي كده وتتفرجي. ولو انتي اول مرة تدخلي عندي اهلا بيكي، نورتيني. انصحك بانك تبتدي بكورس تعليم شغل الشنط للمبتدئين، علشان ما تبتديش على طول وتشتغلي شنطة. لا، اتمرني، اشتغلي. افتحي الفيديو واشتغلي ورايا، وحاولي ان انتي تخلي ايدك بيرفكت في الشغل. لا شنطة تطلع معاكي مرخرخة، ولا فينش يطلع معاكي مش حلو. كل دي حاجات بتيجي بالممارسة وبالشغل الكتير. اتفرجي على الفيديوهات واشتغلي ورايا، وبأمر الله هتبقي من مبتدئة لمحترفة بأمر الله. انا عن نفسي اتعلمت من اليوتيوب، ما اتعلمتش في كورس بره، ومفيش حد قعد قدامي وعلمني. تمام؟ اذا كان انا او بنتي اتعلمنا على اليوتيوب، فاليوتيوب بالنسبه لك كنز. الفيديو قدام منك، بتراجعيه مره واتنين وعشرة، وبالصبر وبالراحه كل حاجه بتيجي وبتبقي ايدك احسن واحسن واحسن. وبامر الله مشروعك ينجح اكتر واكتر واكتر. وما تنسيش فيديو التسويق، فيديو مهم قوي بشرح لك فيه من بدايه ما اشتغلت لغايه ما فتحت القناه. حطي ايدك على اللايك بقى يا قمر، يلا بينا. حطي ايدك على اللايك قبل ما ننسى ونبتدي ورشتنا. نحط ايدينا على اللايك ونسيب تعليق حلو كده زيك. و اللي لسه اول مره يدخل عندي ومنورني، يا ريت يعمل اشتراك. دوسي ايدك على الاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بامر الله اللي جاي كتير كتير، وباذن الله معظمهم حصري، وهنشتغل شغل جامد قوي. فتابعوني، ويا ريت اول ما يجيلك الاشعار افتحي وشوفي ايه الجديد اللي طنط هناء منزلاه. وان شاء الله تبقي احسن واحسن، ومشروعك ينجح وينجح ويبقى من اكبر المشاريع بامر الله. تعالوا بقى نبتدي مع بعض ورشتنا، ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول. وتعالي هقولك ايه الخامات اللي هتحضريها، علشان هنعمل حاجة كلكم بعتولي عليها كتير، مع اني ما كنتش عايزة انزلها لانها يعني مش عارفة. انا عملت كذا حاجة. المهم الموديل بتاعنا اللي احنا هنعمله النهارده موديل جديد. انا عملته كتير قبل كده ونزلت صوره، وانتوا بعتولي كتير قوي عليه، وانا كنت بصراحه مأجلاه لاني شايفه ان في حاجات بصراحه انا ما بلحقش. يعني الجديد دايما كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، فبصراحه مش بلحق. فانتوا بتبعتولي على حاجات كتير، انا ببقى مصوره حاجات برضو كانت بتبقى مبعوتالي، لان زي انتوا مثلا بتبقى كتير قوي بعتلي، يعني بنات كتير بتبعت صور. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل موديل ورا التاني، موديل ورا التاني. لا، بحاول ان انا ارضي الجميع، فاهميني ازاي؟ فلما بتبعتولي على الموديلات هي بتتاخر معايا شويه، مش عشان بتتاخر، عشان ما بلحقش اصور كل الكميه اللي انتوا باعتينها لي. اللهم بارك. انا بقالي سنه و3 شهور على القناه. اللهم بارك اللهم بارك. عندك 55 شنطه، عندك اكسسوارات كتير، فوانيس. الكورس للتعليم المبتدئين ده برضو كنز بالنسبه لي. كتير بيبعتولي عايزين ياخدوا كورسات خاصه بيهم. الكورس موجود على القناه وببلاش. افتحي الفيديو مره واتنين وعشرة، وبامر الله هتبقي من مبتدئه المحترفه. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. ويلا هقول لكم ايه الخامات اللي هتحضريها علشان تشتغلي معايا الشنطه القمر اللي انتوا طلبتوها. يلا بينا. يلا نقول خاماتنا. ده خرز كريستال مقاس 8. ده بلاستيك، بصوا لمعته تحفه. دول 300 جرام، 300 جرام، وهنشوف هيفضى منه ولا هنعوز تاني. تمام. الفران بتاعي اهو مستطيل كده. كام سنتي الفران يا طنط هناء؟ ده 11 سنتي. لو قسيناه من فوق قوي كده هيبقى 10، يعني هو 11 سنتي. تمام، 11 سنتي. خيط ده مقاس 50.
والبنز والمقص بتاعك، ونبتدي ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. الخرز ده بنات ده ماركة الغزالة اللي انا قلت لكم عليه، فلمعته تحفة. بس هو المشكلة ان هو كل مادة ما بيغلى، يعني قبل رمضان جايباه ب 220، رحت جبته في رمضان ب 250، والله اعلم دلوقتي بقى بكام. ماركة الغزالة جايباه منين؟ كنت جايباه من المحل الشامي اللي في مول المنشية. طيب كمان عايزين سلسلة حلوة كده، دي ألمونيا ما بتصديش، وبصوا جامدة ازاي، علشان نعمل يد البورتوفيه بتاعنا او الشنطة زي ما تسميها. تمام، يلا بينا نسمي بسم الله بقى ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي الفريم بتاعك كده، نجيب قطعة خيط كده حوالي 3 متر ولا حاجة، اقلبي الفريم بتاعك، اقلبيه كده على الظهر، ودخلي في الخرم الاولاني طرف، وفي الخرم التالت طرف تاني. مش اول مرة نثبت الفريم. تثبيت الفريم احنا عاملين حوالي 4 أو 5 شنط بالفريم، هسيبلك اللينكات كلها في صندوق الوصف، وهتلاقي الصور ظهرت عندك بأمر الله. وتثبيت الفريم هو كان تثبيت الشنطة الخشب اللي احنا عملناها من سنة واكتر من سنة، كمان سنة وشهرين تقريبا، كانت على القناة الشنطة الخشب المدورة. نفس التثبيت بتاع الفريم هو تثبيت الشنطة الخشب، انا عاملة نفس الطريقة ما غيرتهاش. يلا بينا، هناخد خرزة نرجع فيها كده ونعمل الحلقة. دخلي الطرف التاني كده واربطي. تمام، ادي تثبيتة اول غرزة. اللون عايزة اقول لكم تحفة. وبعدين هحط ال3 خرزات عشان اكملها غرزة رباعية، وارجع فيها كده واعمل الحلقة بتاعتي واربط. تمام، الغرزة التانية هحط 2 في الطرف اللي فوق ده، هحط فيه 2 وارجع فيها كده واعمل الحلقة بتاعتي. تمام، والطرف التاني هدخل فيه 1، دخلته طبعا جوه الحلقة، وهسقط الخرزة كده جوه. تمام كده، ادي كده الغرزة التانية. كده الغرزة التانية اتكونت، بس لسه ما ثبتتش في الفريم. تمام، اثبتها ازاي؟ الخيط اللي تحت ده معايا كده، الخيط اللي تحت، ادخلي في الخرزة بالعرض كده. تمام، وبعدين انزلي في الخرم اللي قصاد الخرزة. احنا دخلنا في الاولى والتالتة، يبقى مثلا دي الرابعة، دي رابع خرم كده، ادخلي فيه، وبعدين لفي الفريم زي ما انا لفاه كده، وادخلي في الخرم اللي وراه. دخلنا في الخرم اللي وراه. انا هشتغل غرز رباعية واقفة مش نايمة. تمام، طيب بعد كده اعمل ايه؟ ادخلي بنفس الخرزة اللي بالعرض دي اللي احنا قلنا عليها اللي تحت، ادخلي فيها تاني عشان نثبت الفريم، وبعدين اطلعي في الغرزة اللي في الطول، يعني هتلفي في الخرز كله لغاية ما توصلي لنفس الخرزاية اللي طالع منها الخيط، برجعه مكانه بمعنى اصح. اهو هنزل في الخرزة اللي بالطول دي،
بقى كده جامد كده. الغرزة بتاعتي اهي اتثبتت. تمام. يلا نكرر اللي عملناه. هحط 2 في الطرف اللي فوق، وارجع فيه كده، وبعدين الطرف اللي تحت هحط فيه خرزة وادخلها جوه الحلقة اللي انا عاملاها، واربط كده. تمام. وبعد كده هثبت الغرزة نفسها في الفريم زي ما قلنا. الخيط اللي من تحت هدخله في الخرزة اللي من تحت اللي هي اللي بالعرض دي. دخلت في الخرزة اللي بالعرض دي، وبعدين هنزل خرم اللي قصادها، عشان اثبت في الفريم نفسه، وبعدين هدخل في الخرم اللي وراه من تحت كده لفوق. تمام. تسلك الخيط من بعضه. هرجع تاني في الخرزة اللي من تحت دي اللي بالعرض، وبعدين اطلع والف عشان اوصل لنفس المكان. اهو المكان اللي طالع منه الخيط، ارجع الخيط مكانه تاني عشان يبقى عندي طرف فوق وطرف تحت، واشتغل الغرزة الجديدة اهو. ادي كده عملنا اهو 3 غرز. تمام. الغرزة اللي وراها 2 اهم في طرف، واعمل الحلقة بتاعتي، وبعدين احط واحدة في الطرف التاني، دي بقى اللي هي في الجنب هتبقى كده، هتحوديها كده. تمام. هنرجع برضو في الخرزة اللي بالعرض دي، اهي، وبعدين هنزل في الخرم اللي قصادها، اهي الخرم اللي قصادها، وبعدين لفي الفريم كده، شوفي انت واقفه فين، وبعدين ادخلي في الخرم اللي وراه. اهو. تمام. هتدخلي تاني في الخرزه اللي بالعرض دي، انت ثبتي بقى الدنيا، والف اهو فوق، وبعدين الجنب، وبعدين تالت خرزة اللي هي طالع منها الخيط عشان يبقوا طالعين من الناحيتين. نعمل كمان واحدة ونكمل بقى. الخيط اللي فوق هحط فيه 2،
يا ريت بناتي اللي معايا ما ينسونيش بقى باللايك، حطي ايدك على اللايك يا قمر قبل ما تنسي، وتعليق كده حلو منك، وعرفيني بيكي. اللي ما اشتركش في القناه يا بناتي اشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اهي كده عملنا غرزه جديده اهي. بصوا شكل الخرز ولمعته تحفه. هما بس لو يبطلوا يغلوا فيه يثبتوه كده، حتى كفايه 250 اهو. دخلت في العرض، هنزل في الخرم اللي قصادها اهو، وبعدين اقلبي شغلك كده. شوفي انتي واقفه فين، ادخلي في الخرم اللي وراه اهي تمام. وبعدين ادخلي في الخرزه تاني اللي بالعرض اللي تحت ولفيه. سلكه ونرجع تاني ونلف في الثلاث خرزات زي ما عملنا كل مرة لغاية ما توصلي للخرزة اللي هيبقى فيها الخيط من تحت وفوق. هنكمل بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للجزء ده ونرجع نشوف هنلف هنا ازاي ونعمل ايه. استنوني. وصلنا كده لاخر غرزة، عايزين بقى نعمل الغرزة اللي هنلف بيها. هحط 2 فوق برضو، واحدة من تحت واربط، ودي هتيجي في الجنب كده. شايفينها ازاي؟ نفس اللي احنا عملناها في الجنب هنا تمام. فدي اللي هتبقى هنا كده. هثبتها برضو بنفس الطريقة. هدخل الخرزة اللي بالعرض دي تمام، وهنزل في الخرم اللي قصادها وبعدين اقلب كده وادخل في الخرم اللي وراها هدخل تاني في الخرزة اللي من تحت العرض والف في ال3 خرزات عشان اوصل لنفس المكان اللي انا كنت بشتغل فيه. تمام كده ثبتها في الفريم اهي. هنعمل واحدة تانية، نكمل الجزء ده كده
نعدهم دلوقتي ونعرف احنا عملنا كام. تمام. هدخل في الخرزة اللي بالعرض دي وهنزل في الخرم اللي قصادها برضو، واقلب وادخل في الخرم اللي وراها على طول، وارجع تاني في الخرزة اللي بالعرض والف في باقي الخرز، وارجع للمكان اللي انا هشتغل منه الغرزة الجديدة. تمام كده، فاضل لي 2 كمان. خرزتين فوق خرزة تحت، واثبتها برضو في الفريم بنفس الطريقة. هرجع الخرزة اللي بالعرض وانزل واطلع الخرم اللي وراها، وبعدين الف في الخرز. اخر غرزة اشتغلها عادي خالص. هتبقى عندك خرمين هو اللي انت هتشتغلي فيهم، مفيش مشكلة. انا المهم عندي الاعداد تبقى واحدة. هتدخلي في خرم قصاد الخرزة والخرم التاني اللي هتطلعي منه، مفيش مشكلة. بنات كتيرة بتبعت لي يا طنط في الاخر تفضل عندي 2، طب ايه المشكلة يعني؟ اهو هدخل في اخر خرم واطلع انا هلف بقى، بس انا عايزه اطلع على الخرزه بقى اللي فوق، لان انا هطلع اعمل سطر جديد. بصوا الخيطين اهو بدليهم في
الخرزة اللي من فوق دي عشان تبتدي بقى سطر جديد. نطلع فوق ونبتدي سطر جديد. الخيط التاني بدليه يبقوا الاتنين طالعين من نفس الخرزة عشان ابتدي اشتغل سطر جديد. طيب تعالوا نعدهم بقى، نعد الغرز. عندي 1 2 3 في الجنب اهو، من هنا 3 ومن هنا اهي 3. تمام. طيب اللي لفينا بيهم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام اهي. خلاص يبقى انا عندي العرض ده كده في 11 خرزة، و3 من الجنب ده و3 من الجنب ده. خلاص يلا بقى نشتغل سطر جديد. نبتدي بقى سطر جديد. هتحطي غرز رباعية بقى عادية، 3 خرزات اهم، ايا كان العدد اللي انت هتطلعيه. اهم حاجة عندي هنا يبقى قد هنا، تيجي تشتغلي يبقى الاعداد واحدة، هنا قد هنا. خلاص انا هطلع بقى في خرزة خرزة كده واشتغل غرز رباعية عادية. واقفة كده اهو، هتدخلي في خرزة خرزة وتحطي 2، مفيش اي حاجة. هدخل كده في خرزة خرزة واحط خرزتين واشتغل غرز رباعية. هكملهم 3 سطور ونرجع نشوف هنعمل ايه. ورجعنا تاني يا بنات. بصوا انا كملتهم 3 سطور وعملت الناحية التانية بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها، ثبتنا الخرز على الفريم برضو. خدي بالك ان العدد يبقى زي العدد في الناحية التانية بالظبط. تمام. اهم حاجة ان العدد هنا يبقى قد العدد هنا، والشغل يبقى مشدود ومش مكشكش. يعني امشي زي ما انا بقولك وان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة. عملنا 3 سطور هنا و3 سطور هنا، وهنكمل باذن الله وبامر الله في الجزء الثاني ازاي نكمل البوك بتاعنا او البورتوفيه الصغير. وعلى فكرة الطريقة دي هي في الشنط الكبيرة، نفس اللي انا عملته هتعمليه في الشنطة الكبيرة اللي انت عايزة تعمليها اللي هو بالفريم ده طبعا، بس هو الاعداد اللي بتختلف. وانا بينتلك واحنا بنشتغل انت هتدخلي ازاي، مفيش حاجه بقى. يعني الاولانيه قلنا الاول والتالت، بعد كده بقول لك ايه علشان تاخدي بالك. انزلي في الخرم اللي قصاد الخرزه، دخلتي في قصاد الخرزه ادخلي في الخرم اللي وراه من تحت. فانت كده طريقه اسهل من ان انا اقول لك خشي في التالت، خشي في الخامس، خشي في السابع. لا، انت قدامك الاخرام وقصادها قصاد الخرزه هتنزلي في الخرم بتاعك. تمام كده. ممكن تعملي الاعداد اللي انت عايزاها مهما كان حجم الفريم بتاعك، هتقدري تثبتي عليه الخرز وهتقدري ان انت تشتغلي الشنطه بتاعتك. على فكره الفريم ده امبارح بنوته بعتت لي، كانت بتسال على تفاصيل الورشه، وسالتها انت لقيتيه بكام؟ قالت لي لقيته ب 200 جنيه. انا كنت جايباه ب 150 من كام شهر، كنت جايبه كذا، يعني كنت جايبه مش واحد يعني، فاهمين؟
فبقى ب200 جنيه. فانا مش عارفه هل في بقى عميله يعني 200 وقولي نكلفها كمان 200 جنيه خرز وسلسله باكسسوار بقى لازم يكون عالي، بتعدي ال50 جنيه اللي احنا بنحطها دي. يعني قولي محتاجه 200 كمان هتبقى 400. هل في عميله هترضى ان هي تاخدها ب 800؟ فيعني نصيحه مني، احسبي حق الخرز والتكاليف اللي انت هتعمليها واضربيها في 2 زائد حق الفريم ده، علشان تقدري ان انت تشتغلي وتقدري ان انت تبيعي الحاجه بتاعتك. دي نصيحه مني وانا عن نفسي بعملها. تمام؟ يعني دي انا كنت عرضاها، انا كنت جايباها ب150، كنت عرضاها على 500. تمام؟ ما ضربتش في 2 بقى وخليتها و2.5 وخليتها 600 او 700 او الكلام ده، كنت عاملاها ب500. دلوقتي هي زادت 50 يبقى انا هزود 50، هتبقى مثلا ب550 علشان العجله تمشي يا بنات، وتقدروا ان انتوا تشتغلوا واسمكم يتعرف. يعني الحمد لله انا اسمي معروف والناس عارفاني بالاسم، بس برضو مش هستغل العميل يعني. تمام؟ يلا نتقابل بقى مع بعض في الجزء التاني ونكمل شنطتنا، واشوفكم على خير. ما تنسونيش باللايك والتعليق الحلو منكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.